يا صباح الفل على حبايبي الحلوين، كل سنة وانتوا طيبين. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. طبعا المفروض فترة العيد دي كنت نزلتها من بدري شوية، بس معلش بقى سامحوني لاني صورتها وما كانش عندي وقت بس اعمل عليها الفويس اوفر. يعني ممكن نبقى مصورين الفيديو ومجهزينه بس نتعطل على الفويس اوفر، ما عندناش وقت ان احنا نسجل عليه. معلش بقى حبايبي سامحوني. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. النهاردة هنشوف مع بعض فترة العيد بتاعتنا، وكمان هنتكلم شوية عن الترمس ونتعرف على فوائده المهمة جدا للجسم، وكمان نعرف ليه هو عادة قديمة جدا من أيام قدماء المصريين. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لازم نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا بقى وقبل أي كلام تعالوا نتفرج بقى على البسكوت الجميل اللي معانا ده، وكمان الكحك العسل اللي معانا ده، حاجات تحفة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده معانا بالظبط. هقول لكم ايه الموضوع بقى دلوقتي، بس الاول لما نتكلم على الترمس، بس عايزاكم تشوفوا جمال البسكوت وجمال الكحك اللي معانا. وكمان مش هقول لكم على اي اسعار في الفيديو ده، وجوه الفيديو هتعرفوا ليه مش هقول على الاسعار. وكمان جمال بتاع الانابيب اللي ما بيحللهوش التخبيط غير لما باجي اقول الفويس اوفر بتاعي، لازما يطلع معايا في كل فيديو. عامة ما يجراش حاجة، ربنا يعينه ويساعده. المهم بقى دلوقتي هنتكلم عن الترمس ونقول فوائد الترمس بتاعنا ايه، وليه هو عادة قديمة من ايام قدماء المصريين ولازم نعمله في الاعياد. هقول لكم بقى ليه، لاننا بنبقى خارجين من فترة صيام ومعدتنا متعودة على الصيام. وتخيلوا معانا كده لما تكون المعدة متعودة على الصيام ونصبح تاني يوم على طول من غير مبالغة كده ومن غير سابق انذار، ونروح بادئين بقى بالكحك والبسكوت وبالشاي ولبن والمكسرات والحلويات وشوية كمان، ونروح جايبين الرنجة وجايبين الفسيخ. احنا بنعمل عمايل جامدة جدا في نفسنا. بصوا الاول كده معايا على شكل الكحكة الجميلة دي والنقشة بتاعتها اللي زي الفل اللي ما راحتش منها حتى بعد السوا. كحك تحفة جدا ما شاء الله، تسلم ايدين اللي عمل. المهم بقى يا حبايبي، بعد العك اللي عكيناه ده كله واحنا لسه خارجين من صيام ومعدتنا كسلانة وواخدة على انها في الوقت ده بتكون صايمة، بنديها بقى ده كله. طبعا تخيلوا انتوا المعدة بتعمل ايه، المعدة طبعا بتتعب جدا. المهم بقى بيجي بقى هنا دور الترمس، والترمس زي ما حضراتكم عارفين مليان بالمعادن والفيتامينات المهمة جدا لصحة الجسم، وكمان غني بالالياف اللي بتبطن جدار المعدة، وكمان بتحافظ على انقاص الوزن وبيخفض الكوليسترول وبيخفض ضغط الدم المرتفع، وكمان بيساعد على تحسين صحة القلب، وكمان بيحرق اي سكر زيادة في الجسم. فطبعا مع العك اللي احنا بنعكه ايام الاعياد واحنا خارجين كمان من صيام، طبعا الترمس بيبقى هو اهم علاج لازم ناخده. فعلشان كده احنا متعودين على الترمس، وكمان مش احنا بس، احنا متعودين عليه من ايام قدماء المصريين، هما اللي كانوا متعودين عليه واحنا واخدينها عادة عنهم. علشان كده الترمس عندنا من اهم العادات المصرية في كل بيت مصري. اهم حاجة في الاعياد ان احنا بنعمل الترمس، دي حاجة عندنا معروفة جدا عند كل بيت مصري. اول ما نعرف ان العيد جاي نيجي على طول بسرعة نروح جايبين الترمس، ده اهم حاجة. وطبعا في نوعين من الترمس، في الترمس المر وفي الترمس الحلو. الترمس الحلو ده اللي هو بيتعمل على طول في السريع، يعني في نفس الوقت بتنقعيه مثلا ساعتين، وبعد كده بتسلقيه، وبعد كده بتصفي ميته وتشطفيه وتحطي له ميه وملح بقى وليمون وشطه وزي ما انت حابه. هو ده الترمس السريع. اما الترمس المر ده بقى، وده طبعا فوائده اكتر واكتر، بس للاسف ما بقيناش بنعمل منه كتير، او ما بقاش في حد متعود عليه كتير. كلنا بقينا نستسهل ونجيب الترمس السريع، ما بقيناش نجيب الترمس المر، لان الترمس المر ده عايزين نجيبه قبليها على الاقل كده، قبل العيد على الاقل باسبوعين، لان الترمس بيتنقع ويتسلق وتقعدي تغيري عليه الميه تقريبا 10 ايام علشان تضيع المرارة بتاعته. بس طبعا في النهاية بيديكي طعم خطير جدا للترمس، بيبقى تحفة جدا، وطبعا فوائده اكتر من فوائد الترمس السريع. وبالشكل ده نكون قلنا كل حاجة عن الترمس، وقلنا ليه من ايام قدماء المصريين واحنا متعودين على عادة الترمس دي ان احنا نعملها في الاعياد. نيجي بقى للحاجات الجميلة بتاعتنا، زي ما حضراتكم شايفين جايبين بقى شوية فول سوداني وشوية شوكولاتات وشوية ملبسات علشان نفرح بيهم الأطفال يوم العيد. طبعا ممكن تجيبي اي مكسرات طبعا انت تقدري تجيبيها. انا بصراحه بقى ما جبتش حاجه، بصراحه الحاجات دي اللي جابها لي الحاج، هو اللي جابها لي، جاب لي شويه مكسرات كده وشوكولاتات وبسكوتات وملبسات
علشان الاطفال، علشان الاطفال بيفرحوا جدا لما بيشوفوا الحاجه دي. فهو جاب لي الحاجات دي، والله انا طبعا ما اعرفش سعرها ايه، هو فاجئني ان هو جابها لي، وطبعا مش هيقول لي هو جايبها بكام. ربنا يبارك لنا في عمره يا رب، وكل سنه وهو طيب. ندخل بقى كده يا حبايبي على الكحك والبسكوت اللي معانا بقى النهارده. وزي ما شفتوا الكحك معانا اول ما وريتهولكوا في اول الفيديو، كانت الكحكايه جميله ازاي ونقشتها مظبوط عليها حتى بعد السوا، وطعمها تحفه، وسواها جميل، ومقاسها حلو جدا. يعني هي الكحكايه قطمتين بالظبط، تحفه بجد، وطعمها خطير جدا والله، ولا اجدع حلواني. تسلم ايدين اللي عمل يا رب. والبسكوت كمان جميل جميل جدا، تسلم ايدين برضو اللي عمله. هقول لكم بقى مين اللي عمل بسكوت ومين اللي عمل الكحك دلوقتي. بس الاول نشوف طبق الحلويات بتاعنا التحفه ده وجماله. شايفين تحفه بجد بجد، تقعدي جنبه الطبق ده تنسي الدنيا كلها. ملبس بقى على شوكولاتات، على الفول السوداني. الفول السوداني كان طعمه خطير جدا، مملح كده ومحمص، تحفة. طعمه كان تحفة جدا ما شاء الله. وفي بقى نوجات وبسكوتات صغيرة كده زي ما حضراتكم شايفين كده معانا بالظبط. بس تقعدي جنب الطبق ده تنسي الدنيا كلها بقى، وخدي بالك من نفسك ومن وزنك. بعد كده بقى نشوف طبق الكحك والبسكوت وجماله. بصوا البسكوتة جميلة ازاي، ومستوية حلو جدا من فوق ومن تحت. والكحك كمان خطير جدا. الكحك طعمه بجد تحفة جدا. وطبعا الترمس بتاعنا بقى مع الليمون ومع الشطة زي ما حضراتكم شايفين كده. اما بقى عن الكحك والبسكوت، فانا هقول لكم بقى الحقيقة ان انا جيت في اخر رمضان كده، والله تعبت شوية كده، وما كنتش قادرة اعمل اي حاجة، لدرجة ان انا رحت المستشفى. المهم طبعا ما كانش فيه بقى صحة ان اعمل كحك ولا بسكوت. وطبعا لو عملت كحك او بسكوت اكيد كنت هنزله لكم، لكن قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. بالنسبة بقى للكحك، والله بنتي هي اللي عملته بقى، ربنا يبارك لها يا رب ويحسن ما بين ايديها. عملت شوية كحك حلوين جدا، وجابت لي شوية منهم. وكمان بالنسبة للبسكوت ده بقى، حماة ابني الكبير هي اللي عملتهولي مخصوص والله، وبعتتهولي. عملت لي كحك وعملت لي بسكوت، وعملت لي منين، والله كتر خيرها وتسلم ايديها. نجملها في الافراح كده يا رب ان شاء الله، وكل سنة وهم طيبين، ربنا يحسن ما بين ايديهم يا رب. وانا عملت الفيديو ده مخصوص علشان اشكرهم على وقفتهم الجميلة دي، او اللفتة بتاعتهم الجميلة دي، ان هم عملوا لي كحك وبسكوت وجابوه لي. كتر الف خيرهم وجزاهم الله كل خير. والله كانت هدية جميلة جدا ومفاجأة جميلة جدا ليا، وشوية كحك وشوية بسكوت زي العسل. تسلم ايديهم يا رب، وكل سنة والجميع بخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. يا ريت بقى لو عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناة ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.